هما ازاي الفراعنة قدروا يرفعوا حجارة الهرم للارتفاع ده؟ هرم خوفو بيوصل طوله ل 146 متر، يعني برج مكون من 48 دور. بيتكون من نوعين من الحجارة، الحجر الجيري اللي هو من بره ووزن الحجر الواحد بيوصل ل 2 طن ونص، والحجر الجرانيتي وده اللي في غرفة الملك وبيوصل وزن الحجر الواحد ل 70 طن. طب ازاي بقى كانوا بيرفعوا الأوزان دي كلها وانت لسه ما عملتش لايك؟ في نظرية بتقول إنهم كانوا بيستخدموا منحدر عشان يرفعوا الحجارة دي، بس في مشكلة إن كل ما كان ارتفاع الهرم بيزيد فالمنحدر المفروض إن ميله يزيد، فهيلاقوا صعوبة في الرفع. وعشان يحافظوا على ميل المنحدر الطبيعي كانوا محتاجين يبنوا منحدر مساحته أكبر من الهرم نفسه. عشان كده استخدموا المنحدر ده عشان يبنوا تلت الهرم بس، وبعد كده بنوا منحدر لافف حوالين الهرم زي السلم